الخزان يا بصل حلو وجميل. شربة المية دي عند كمال مسلم. لا 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 كمان مرة يا باشا يا عارف كمال مسلم. احلى بصل. احلى بصل. عندي كيمو ابو سليم ينفع كده؟ المعلم كيمو. معلم كيمو عند معلم. بصل الخزان يا مصر. يا مصر. البصل كلام والله العظيم. ولا استنى وكلام برا. يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى كده النهارده معانا ايه شويه الطلبات دول، نديش كده شويه حاجات كده، هنعمل وصفه كده سهله كده ولذيذه وبسيطه. يعني عارفين انتوا الكريب بقى بتاع زمان؟ لو حد بقى فاكر الوصفه اللي انا هعملها دي كانوا بيسموها ايه زمان، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش. وصلوا على الرسول انا بذكي لا تطمئن القلوب. النهارده بقى كنا هنخزن البصل وكده وكنا شاريينه، وبعدين بقى قلت اقوم اعمل كده فطار كده بسيط كده وفطار لذيذ كده، ويلا بقى اخدكم واحنا قاعدين بنشرش البصل كده مع بعض. حبيت اشارككم اليوم بتاعي واوريكم المعلم سمسم، اشهر تاجر بصل عندنا، يعتبر اشهر تاجر بصل عندنا. تعالوا بقى كده، عايزاكم بقى تحطوا بقى الفيديو لايكات كتير وتكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم. تعالوا بقى اما اقول لكم اول حاجه عملتها ايه دلوقتي معايا. اول حاجه هنا حطيت بيضتين 2 وحطيت عليهم يعتبر ايه نص معلقه خل وذره ملح كده ايه بسيطه. افرمهم بس كده في الخلاط الاول. قبل بقى ما اضربهم في الخلاط هنزل عليهم بكوبايتين بقى من اللبن، او يعني ايه حسب الكميه اللي انت حابه تعمليها. افرمهم بقى علشان الصوت بس وارجع لي. هنا بقى بعد ما فرمتها كده في الخلاط، تعالي بقى اما اقولك هننزل بالدقيق هنا ايه تدريجيا كده، او تفضي المواد السائله اللي احنا عملناها دي في بوله وبالمضرب بقى وتروحي ايه شغاله. بس انا حبيت انزل بقى هنا الاول كده في الخلاط واشتغل. هنا بقى كده شايفين السمك بتاعها بقى معايا، يعني ايه لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هنا بقى كده خلصت بقى، هنزل تاني بقى في البوله بتاعتي زي ما هي بس كده. يلا بقى تعالوا ما نروح نشوف هنعمل فيها ايه. حلوه وجميل. شربة المية من عندك دي اجمد واحد عند معلم كمال. هو جميل اهو. هو ده بقى احلى بصل من عند المعلم كيمو ابو سليم. بيعيش ده يا معلم بصله حلوه. بصل خزينه مصر حلو وجميل. شربة المية كم بس حلو بقى، بيعيش طول السنه. حلو طول السنه. عن تجربه والله بناخده بيعيش طول السنه. وناس كتير مين يا ابني؟ عايز اخد منه. يلا تعالوا بقى. ماشي هنيجي. احلى بصله بنجيبها كده طول السنه وبتعيش معانا من سنه للسنه من عند المعلم كيمو ابو سليم. بصل الخزين يا بصل زي الواد سمسم ما قال لنا، شارب من ميه النيل. هو شارب من البحر الكبير والله مش من ميه النيل. هو كده معلمه كتعه اهي. هنا بقى كان معايا طاسه على النار، هنزل بقى كده فيها بشويه زيت كده صغيرين. وتعالي بقى اقول لك هنعمل ايه. بصي مغرفه واحده بس كده يعني ايه، او كوبايه تعايري بيها علشان يعني السمك بتاعها يبقى مظبوط معاكي. ابدأي بقى كده ايه بالمعلقه، ابدأي افردها على طول. هنا ممكن بقى ايه نزودها كده شويه. ما تجيش بقى ناحيتها خالص لحد ما تسخن، او يعني ايه تبدا تتحرك لوحدها كده معايا.
نبدا بقى كده نحركها بقى كده سوا بالراحه. هاتي يا صباحه الجبنه، هاتي الجبنه. هنا بقى حابه اي حشو بقى تضيفوها لها بقى ضيفوها لها. هنا كان عندي بقى جبنه وكده، هنزل بقى اول واحده كده هنزل فيها بالجبنه ديت. عايزه تسيبيها بقى مفروده وتحطوها عليها كده عادي، عايزه تتنيها كده اهي. هاتي طبق يا صبوح. دي كده كانت اول واحده معانا اهيت. بقيه الكميه اللي وياي هعملها بنفس الطريقه. خدي يا صبوح. والحشوات بقى زي ما انت حابه تعملي الحشوات بتاعتك. هنزل بقى هنا كده بنقطه زيت تاني. نعم يا حبيبتي روحي على هناك. هنا بقى نقطه زيت تاني برضو كده واروح نازله. لا ما خلاص روحي بس كده دلوقتي. وابدا برضو كده اوزعها. اخد الطبقات دي كده. ماشي يا حبيبتي. زي ما عملنا بقى في الاولانيه هعمل في بقيه اللي معايا. ببدا كده بس احرك الطاسه كده اللي ويايا علشان بس الماده الدهنيه تتوزع في الطاسه كلها اللي معاكي. بس كده شايفه بقى هنا كده بتتحرك معاكي بكل سهوله. معلش بقى دي عادي خالص ولا اكن حاجه حصلت. دي بقى هحط لها شويه سكر. انا بصراحه يعني بحبها بالسكر. زي ما احنا متفقين بقى الحشوات اللي انت بتحبي تضيفيها ضيفيها. يعني دي ممكن بقى لو عندك لحمه مفرومه كده تعصيجه لحمه كده بايته تحطوها فيها. عندك ميكس بقى من الجبن كده، اي حاجه انت حابه تضيفيها ليها ضيفيها لها. لو في حاجه بقى جت في الطاسه بقى بتاعتك كده تبداي كده تمسحيها. وابدا انزل بالزيت تاني. بس كده هو اكمل كل الكميه اللي معايا على كده. واي حشوه انت بتحبي تضيفوها لها ضيفوها لها. دي بقى يا جماعه النزلايه بتاعت زمان فاكرينها اللي سموها كريب. من يوم ما سموها كريب والدنيا حالها تشقلب خالص، ما عادش حاجه فيها بركه. مالها المزلقه؟ احنا بس اللي بنحب نطور الاسامي ونحب نطور كل حاجه. هنا بقى طبعا احنا حاشينهم مش محتاجين حاجه طبعا كده جنبهم. بس كان في بقى قرص اللي عايز ياكل برضو كده قرص جنب الاكل بقى. ودي كانت قشطه على الجبنه والبيض. خدي صباح عني. وهنا بقى كوبايتين الشاي دولت بقى. وكده يعتبر بقى اكل ملوكي. ده بقى فطار ملوكي ولا مش فطار ملوكي؟ ده بقى كده كان فطارنا النهارده. حاجه بسيطه كده وخفيفه. حبيت بس اشارككم الفيديو النهارده. تعالوا بقى كده نكمل البصل مع بعض.
هنا بقى عايزه اقولك ان احنا خلاص بقى كده، كنت فطرنا وطلعت على السطوح عشان اربط البصل بقى بتاعي واعبيه. انا طبعا بربطه كده وعلقه في الجدار على مسامير وكده يعني، بس اهم حاجه يكون في مكان ظل علشان ما يبص منك على طول. طبعا لو حابه برضو تحطيه في البلكونه، بس اهم حاجه يكون في الظل، ما يجيش عليه شمس كتير، لان لو سخن الشمس بتبوظه وياك على طول. هو في ناس طبعا احنا عارفين ان هما بيعبوه كده بيحطوه بقى كده ايه في الارضيه، بيجيبوا قش رز كده ويفردوه على الارضيه ويحطوا البصل ويحطوه تاني يغطوه بالقش. طبعا ده بقى ايه للناس اللي عندها اماكن وكده، انما طبعا اللي ما عندهمش اماكن بقى زي حالاتنا كده، على مسمار وبتعلقيه بقى ايه في البلكونه او في اي مكان عندك يكون فاضي زي ما انت متعوده بقى. طبعا لو بتجيب الكميه زينا كده، انا بجيب الكميه دي بتقضيني طول السنه. والبصله دي بصراحه يعني بتكون جميله كده وناشفه على طول، متعودين بقى بنجيبها من حد يعني معين وحد مضمون، فالبصل بيفضل عندك مضمون طول السنه ويفضل حلو. وعندي الشكير الحمراء اللي انتوا شايفينها ديت بتاعه الخزين، بعبي فيها برضو كده ايه البصل وبخزنه فيها. بصراحه يعني بملى الشكاره كده ايه نصها وبعلقه فيها برضو، بيحافظ عليه والحاجه معاكي ما بتبصوا بتتبهدل. وكل سنه وانتم طيبين. يلا بقى لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش بالله كل الاشتراك في القناه اول مره بتشوفونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.